السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو صحيح جدا، وعشان حضرتك تعرف انا كاتب العنوان ليه فلازم تتابع الفيديو. حضرتك لو فاكر ان العالم العربي والاسلامي سعيد ومبسوط بسبب تأهل المغرب العربي للمربع الذهبي لكأس العالم بس اللي هو موجود في قطر، يبقى حضرتك محتاج تراجع نفسك وتقرأ بعمق ما وراء الاحداث. اول حاجة، الفريق ده مدربه من طينة ابناء المغرب، وليد الركراكي لاعب كرة قدم مغربي من مواليد 23 سبتمبر 1975. وليد بيدرب المنتخب المغربي وبيتقاضى راتب متواضع جدا مقارنة بناس دربت منتخبات عربية وخواجات وتقاضوا أضعاف أضعافه وما قدروش يحققوا خمس اللي وصل ليه وليد مع منتخب المغرب العظيم. ثانيا، لما تفتحوا كده صور اللعيبة والفيديوهات بعد الفوز وتشوفوا كمية السجود الجماعي بعد كل المباريات زي يوسف النصيري وحكيم زياش، تلاقي سجدة شكر وعرفان وإرجاع الفضل لله وإظهار هوية واعتزاز أمام العالم أجمع بدينهم، ودي دعوة غير مباشرة وجميلة للإسلام. كمان هتلاقيهم بيرفعوا علم وشال الفلسطين اللي هي قضيتهم وقضية الأمة العربية. ثالثا، اللعيبة حاضرين ومعاهم آبائهم وأمهاتهم، ولاحظ كمية البر في تقبيل أيديهم ورؤوسهم أمام شاشات العالم. ناس كده شبهنا من طينة المجتمعات العربية الإسلامية وسفراء لإظهار خلق المسلم وبره بوالديه، وإن ده من أهم مصادر الفلاح في الدنيا وبإذن الله كمان في الآخرة. دي عادات هم اتربوا عليها الأمازيغ الأحرار زي ما احنا ما بنقول. رابعا، تخيل معايا إن حارسهم ياسين بونو لما أثار غضب الصحفيين في المؤتمر الصحفي في بداية العام لعدم رغبته بالرد الا باللغه العربيه، على الرغم ان هو ملم باللغه الانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه، والعجيب ان هو من مواليد مونتريال الكنديه ومع ذلك اصر ان هو يتحدث باللغه العربيه. بونو قال كده على الملأ: ليست مشكلتي انكم لا تتحدثون اللغه العربيه ولم تحضروا مترجمين. خامسا، احنا سعداء جدا بالفوز وان هم وصلوا للمربع الذهبي في رحله معافره مبهجه هيخلدها التاريخ الكروي، واشتغلوا بالمتاح لديهم وانجزوا عالميا. وفي رسالة هامة هم وصلوها لكل محبط منتظر الوقت والمكان والظروف المثالية، ودي رسالة قوية لكل الشعوب العربية ان هم يقدروا يوصلوا للي غيرهم ما قدروش يوصلوا له، ليس فقط في المجال الكروي ولكن ايضا في كل المجالات. وفي نقاط كتير جدا ممكن توحدنا، بس احنا للأسف خايبين بندور على الحاجات الهايفة ونتصدر. وعلى فكرة، ممكن جدا المغرب توصل وتاخد كاس العالم، واتمنى من ربنا كده، لكن سعادتي الحقيقيه وسبب تصويري للفيديو ده ان هم قدروا يقدموا نموذج جميل للعالم اجمع لفريق صاحب شخصيه قويه ومعتز بالهويه بتاعته وبيظهر شعائر دينه امام العالم اجمع. يبقى احنا بقى هنا في مصر تلاقي الفريق خسران من اوروجواي مثلا ومتقطعين ال90 دقيقه، ويطلع كابتن سيف زاهر يقول لك ايه بقى: تحيا مصر، سواريز وكافاري ما عرفوش يجيبوا فينا جون. اللي هو اي حد بالنسبه له يجيب فينا جون تمام زي الفل، بس ما يبقاش حد معروف او لاعب كره مشهور. اعتقد مفيش منتخب عربي وخصوصا من شمال افريقيا زي تونس ومصر والجزائر هيشارك في كاس العالم تاني الا وهيبقى قدامه تجربه مهمه جدا وعظيمه وملهمه غيران منها وعاوز يعمل زيها، وهي تجربه المغرب الشقيق. ساخبرهم انني كعربي ومصري ومسلم منتخب المغرب يمثلني. تحيه لكل الأمازيغ وكل الأحرار في الوطن العربي. السلام عليكم.